السلام عليكم البنات، نتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الكيك اللي كيوجد في 10 دقائق. 10 دقائق توجد، ولكن يدانا ما نعرف. المهم البنات، عندي هنايا هذا الكيك هذا نحتاج بلا زبده، كيجي غزال غزال غزال، ماشي اول مره كنديرو، وراه ديجا بارطاجيتو معكم في القناه. المهم بغيت نعاودو معكم. المهم البنات، عندي هنايا 200 غرام ديال الشوكولا. درت هاد الشوكولا هادي هي اللي كنعمل ديال الديسير، شوكولا نوار اللي خصها تقطع مربعات صغيره. عندي هنايا 200 غرام ديال التفاح مقشر. هنايا درت تفاحه خضراء وتفاحه حمراء، حيت الخضراء كتكون شويه ماشي حلوه. عندي 3 البيضات وواحد الفاني والسكر. هنا غنحتاج 120 غرام ديال السكر، وغنحتاج 50 غرام ديال الطحين، وغنحتاج 15 غرام ديال الماء. غادي ندوزو لطريقه التحضير. طريقه تحضير هذا الكيك هذا كاين في كوكيدو صحاب تيرموميكس. هذا الكيك غير جربوه، ما تخليوهش يضيع، راه واعر واعر، واللي كيذوقوا عندكم كيحماق عليه. انا جربته وكنولي نعاود نجربه، ماشي مره ماشي جوج. بركه، نبداو على بركه الله. بسم الله. ديجا انا كنت قلبت على سميه الكاطو في كوكيدو باش كناخذ لي زانغريديو قبل ما كنبدا نطيب، حيت ضروري خصني نشوف لي زانغريديو باش كنوجدهم، ما كنبقاش عاد كنولي نقلب عليهم. غادي كنجيو للكوكيدو غنشوفوا واش باقي مكتوب، حيت طفيت الترموميكس وليت شعلته. كنعمل كاطو، حيت هذا الكاطو هذا سميتو كاطو سومبور بوم اي شوكولا، يعني بالتفاح والشوكولات. كنكتب سومبور كيطلع. ها هي. هو انا صراحه جربت هادو مازال ما جربتهم، حيت هادو فيهم الكورجيت، وهذا غير البغاوني الصومبور. انا خاصني هذا حيت واعر كيحمقني انا بعدا. غادي نبرك فيه كيف ما كتشوفوا في كوكيدو. كيطلع لكم هنا لي زانغريديون. انا عندي لابليكاسيون في التليفون، فكنشوف الحاجه اللي كنبغي نطيبها كنشوفها في لابليكاسيون، عاد كنجي نطبقها. كنحتاجو 200 غرام ديال الشوكولا نوار اون كاري يعني مربعات، 200 غرام ديال التفاح اللي حتى هي مقطعه مربعات، 220 غرام ديال السكر بودر، 15 غرام ديال الماء، واحد البانسي دو فاني اون بودر، يعني سكر الفاني اللي كتكون نتوما معدلينه في الدار، حيت السكر ديال الفاني اللي مصايب في الدار كيجي زوين. انا عندي هادو الساشيات ايديال، وعندي 3 البيضات و50 غرام ديال الفارين. غادي نبداو طريقه التحضير ساهله. الناس كوكيدو غتجيكم ساهله. غنبداو حيتاش غيطحن الشوكولاط على داكشي علاش هما بغاوه مربعات صغيره. غادي نحط انا راه هانتوما الشوكولاط. كنت في الاول قطعت غير الاولى، دابا راني زدت الباقيه الثانيه. ملي كيجي كتر كنقصو. غادي نديرو سويفون وغادي نعملو الكوبلي. غادي نديرو سويفون كيتطحن 7 ثواني فيتيس 8. صافي حنا طحنا الشوكولاط. اي شوكولاط بغيتو طحنوه ديما 7 ثواني فيتيس 8. كيجي مطحون، كيجي ما كيجيش ديك مطحون ديك الطحين، لا كيجي بحال هكا. نوريكم كيفاش كيجي اون بود بحال هيدا. هانتو شايفين شفتوا كيفاش كيجي مطحون بحال هكا. حتى الفرomاج ملي كتبغي تغابيه راه كدير بحال هكا، كيولي فرomاج غابي. سالبا حنايا طحنا الشوكولا. غنجيو نكملوا طريقه التحضير. نديرو سويفون، غادي نحيدو هاد الشوكولا وغادي نديرو ريزيرف كيف ما شفتوا البنات. انا درتو هو درتو في هاد السلافه هادي اللي عندي كبيره. غادي نجيو نديرو سيو. صراحه شوفوا راه البول بقى بالشوكولات، انا ما غسلتوش حيت ما طلبوليش انني نغسلو. غادي نجيو ندير 200 غرام ديال التفاح منقي ومقطع مربعات. انايا درت هنا 2 تفاحات، ما عرفتش واش فيهم 200 غرام ولا لا، حيت ما عبرتهم ما والو. المهم داك التفاح اللي عندي هو اللي غادي ندير. الويفون غادي نعمل 20 غرام ديال السكر. دابا هي 120 غرام، ولكن غنبداو ب 20. نديرو السويفون، نديرو 15 غرام ديال الماء. انا غنحاول ما نفوتش العبار. غادي نعمل السويفون، غادي ندير الكوفرتول سون غوبلي دوزور. اصلا هما كيكتبوا لنا كلشي فيه 10 دقائق 90 درجه الحراره، وطبعا سون سانفيرس ان كوير.
غادي نخليوه يطيب. قال لك الفران وانا ما عنديش الفران، انا غادي نديروه في الاير فراير. ماشي شغلي غادي نطيبوه في الاير فراير حيت انا الفران باقي ما جبتوش. دابا البنات غادي نطيب في الاير فراير. دونك ما عنديش الفران، غادي نعمل 160 درجه نسخنو باش يسخن لي 160 درجه، حيت الفران حيت كبير واخا نديرو 180، ولكن الاير فراير صغيور دغيا كيسخن. ندير 160 صافي باش نجيو نطيب فيه ديك الكيكه اللي قلت لكم غادي نطيبها في الاير فراير، وانا متاكده غادي تجي واعره. دابا البنات غادي نكمل طريقه التحضير. غادي نديرو انسيغول زعما نكملو، غادي نبداو وغادي نديرو سويفون. غادي نعملو 15 ثانيه، غادي نعمل فيتيس 8 وحنا غادي كنكملوا في الطياب حيت هنا كنا ضفنا الماء. صافي البنات غادي نكملوا. شوفوا كيفاش كيتطحن عاوتاني ديك التفاح. هنا البنات خاصنا نحرك يعني ديك التفاح اللي تطحن خاصنا نجمعوه نحيدوه باش هكا ما يبقاش ها كيفاش كيجي في الغطايه. وريت لكم التفاح كيفاش كيجي مطحون. صافي هنا كنمشيو كنحيدو كاع ديك التفاح ملي ملصق في البول. صافي كنحيدوه، من بعد كنكملوا طريقه التحضير. صافي هنا البنات كنجيو كنضيفوا داك الشكلاط اللي كان بقى لنا باش كيكمل الطياب. من موراها كنجيو كنعملوا ديك 100 غرام السكر اللي كانت بقات. انا درت هنايا غير داكشي اللي كان عندي شي 90 هكا هو اللي كان باقي لي، حيت عارفه غنزيد واحد 2 ديال الساشيات ديال سكر فاني، فهي هذيك بلا ما نكتر. اصلا ما كرهتش نعمل غير ديك 70 غرام ديال السكر داكشي، ولكن كيجي حلو حيت التفاح راه كيكون حلو، ولكن هكا راه كيجي حلو كيجي بنين. صافي هنا كنضيفوا ديك البانسي ديال السكر ديال الفاني الا كان معدل في الدار راه كيجي رائع. هنا البنات غادي نجيو بحال كنخلطوا ديك المكونات 40 سكوند فيتيس 2. صافي داغيره واخا تشوفوا 40 سكوند راه داغي كيتخلط. صافي هنا غادي نكملوا طريقه التحضير. في هذه الاثناء غادي نضيفوا 3 ديال البيضات وغادي نديروا سويفو باش عاوتاني نخلطوا عاوتاني البيض مع هذيك المكونات. طبعا 12 ثانيه فيتيس 3. غادي نجيو دابا غادي نضيفو ديك 50 غرام ديال فارين دوبلي. انا دايره تيب 45. صافي البنات غادي نديرو سويفو طبعا 12 سكوند فيتيس 4. صافي هنا البنات الكيك ديالنا كيكون وجد وغادي نمشي نفيغسيغ في المول اللي كيكون عندنا. انا ما عنديش ديك لي مول ديال الاير فراير، غادي نعملو في ديك المول ماشي مول، في ديك البابي كويسون اللي كيكون في الاير فراير كيوجد في 20 دقيقه. الا كان عندكم الفران كيوجد في 20 دقيقه، ولكن انا راه حتى في الاير فراير وجد لي في 20 دقيقه قل شي حاجه. راه كيجي بهذه الطريقه. الا كان عندكم ديك المول الكبير في مدوره كيجي هكا رقيق وكيجي رائع. انا اغلبيه كنت كنديرو في ديك المول الصغيور. شوفوا هي التكستور كيفاش كتكون، راه كيجي فن واسهل حاجه تقدروا ديروها للضياف ديالكم يكونوا جايين عندكم. اسهل كاطو هو هذا، مكونات ديالو بسيطه، ماشي شي مكونات، ولكن كيجي رائع بنين. انا اللي كيذوقوا عندي كيحماق عليه. هنا غادي نفيرسي داك الخليط كامل هنايا. صافي راه كيتفرسا بهذا الشكل هذا، كياخذ الديكور ديالو. حيت هاد المول اللي عندي في زعما هاد الاير فراي عندي مربع، يعني حتى هاد الكويغات راه ماشي شي كاغيط اللي راه هو ديال الكيك، راه كنعملوهم في داك المول اللي كيكون عندنا. فانا هذه راه اول مره كنديرها وكنجربها معكم. صدقت هو هذاك، ما صدقتش غادي نبارطاجيها. المهم البنات غادي نمشي نطيبو. غادي ما نخليش الاير فراير فيه 160. غادي نطلعوا ل 180 درجه ونعمل 20 دقيقه. وانا من دوز ديك 10 دقائق غادي نمشي نطلل عليه. وطبعا ما نساوش البول ديالنا غادي نمشي نغسلو ساهل ماهل حتى هو في المود نيطواياج اللي كاينه في الترموميكس دغيا كيتغسل، ما كنتعذبوش معاه. دابا ها نتوما الاير فراير ساهله. دابا غادي نفتح معكم هذا. شوفوا الكيك كيفاش كيجي، والله حتى كيصدق بحال الفران. شوفوا الا كان عندكم حاجه عندكم الناس غادي تحيدوا ديك الجوانب وهكا وتقطعوه وديروا مربعات ولكن هذا غادي ندير فوق منه هكا سكر كلاصي غيجي يا سلام. تقدروا ديروا فوق منه سكر كلاصي، وهذا نقدروا دابا نخليه حتى يبرد عاد باش نحيدو من الكاغيط ونبريزونطيه ونوريكم كيفاش داير. دابا شوف كيف ما كيجي مشقق معدل غزال. انا راه كنت حاضر الاير فراير صاحبي كنطيبو كلشي.
هنا صافي غير حيدته وحطيته في الطبسيل بحال هكا. شوفوا كيفاش كيجي. راني هزيته بهذه الطريقه هذه من الاير فراير، هزيتوها من الجناب صافي ما تقطع كاع ما والو، بقى كيف ما هو. شوفوا كيفاش كيجي مشقق رائع، ما كيجيش يخضر، كيجي طايب مزيان. من بعد الا بغيتو ديروا له تزيين هكا شرشيشه ديال السكر كلاصي راه كيجي رائع. غادي نخليه يبرد شويه ومن بعد غادي نقطعوه. صافي البنات هنا غادي نقطع واحد المربع صغيور. هنا راه برد لي شويه. شوفوا ما ديروش في الثلاجه راه كيكرم، كيبقى غير على برا كتاكلوه ديك الساعات كيجي غزال. ماشي ديك الساعات، المهم ديك النهار غير ما ترجعوهش للثلاجه. صافي غادي نقطع معكم هذا المربع باش تشوفوا انه كيجي طايب. شوفوا غندوق معكم واحد الفريشيطه كيجي غزال غزال غزال، واحد البنه فيه واحد المذاق. يا سلام البنات، الا كنتوا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساونيش من لي لايك والتعليق ديالكم والبارطاج. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى هاد لا غوسيط هذه تعجبكم. صراحه زوينه بزاف، كنتمنى الناس اللي عندهم الثرموميكس يجربوها، وحتى اللي ما عندهمش راه الطريقه تقدروا غير تخترعوا بحال هكا، راه تصدق لكم رائعه. البنات هلاو فراسكم، السلام عليكم، باي باي.